هذه رسالة للتلفزيون العمومي الجزائري والمسؤولين تاعو، بما انه هاد الايامات هادو راكو قهمتونا بالاخبار تاع الجيران باللي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الأفاضل في نقطة أو بعض النقاط المتداخلة. لعلكم انتبهتم وأكيد انتبهتم يعني أنه قبل بداية هذه البطولة الإفريقية بدأت تظهر أصوات من المملكة المغربية، يعني تقول مرحبا بالجزائر. تمام، كمثال فقط هذه اللي كان مشهورة، اللي كان دائما تشتم الجزائريين، هذه البنت ما فيش داعي نعطي وصفها، فبدأت تقول مرحبا بالجزائريين، الجزائريين إخواننا. فبدأت تخرج أصوات ناعمة، أصوات لينة تقول مرحبا. تمام، وأظهر لك بعض الترحيبات، يعني مرحبا بكم في بلدكم. هنا يريد يعطيك صورة أن المملكة المغربية دولة طيبة لا تعادي أحد. تمام، وأن كل ما تراه من عدوان ومن طغيان هو من الجزائر ليس من المملكة. تمام، في نفس الوقت في نفس اللحظة تجد مجموعة من النخب المغاربية لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل انتقلوا أو المخزن انتقل إلى مرحلة ثانية من الغزو، وهي سخر نخبهم لمهاجمة الجزائر. كيف ذلك؟ بدأوا يروجون أن هم يقولون أن العسكر في الجزائر أصبحوا قلق جدا. لماذا؟ من التطور الرهيب الذي حصل في المغرب والذي سيشاهده الجزائريون، يعني وينبهرون وراح يرجعوا إلى الجزائر ويطالبون بأن تكون الجزائر مثل المغرب. وأتبع هذا مجموعة من الفيديوهات صنعها مغاربة، تمام، على أساس يقلدون اللهجة الجزائرية، ويقول لك يعني أكيد شفت الفيديوهات كأنهم وصلوا إلى مستوى يعني من المستحيل يصل إليه أحد غيرهم. شفت الفكرة كيف؟ ومع ذلك أو في نفس اللحظة يخرج هذا المؤثر الجزائري وينتقد التلفزة الجزائرية. شوف، خذها قاعدة: هؤلاء المؤثرين الذين عندهم ملايين كلهم مصنوعين صناعة، سواء من ذيك البنت التي جاءت من أجل تشويه مقام الشهيد أو كل المشهورين، منهم هذا الشخص. هنا تعرف أنه مجرد أداة مصنوعة صناعة، والذي صنعها صنعت أيادي خارجية. الآن جاءه الأمر بماذا؟ بأن يكون جزء من هذه الخطة المخزنية. فإذا الخطة المخزنية أولا ترحب بالجزائريين، ثاني شيء نخابهم يبدأون يقولون أن النظام الجزائري صار في ورطة حقيقية، لأن الشعب الجزائري سيرى التقدم الذي وصل إليه المغرب. رقم ثلاثة، يحركون مثل هذه البيدق، تمام، ويبدأ ينتقد الدولة الجزائرية. هنا كيف ينتقد الدولة الجزائرية؟ بانتقاده للقناة الرسمية. هنا يريدون تشكيل الوعي الجمعي الجزائري بأن ما تقوم به الدولة الجزائرية ضد المملكة هو عدوان، وليس العكس، وليس أن ما تقوم به الدولة الجزائرية هو دفاع وليس هجوم. هؤلاء الذين طبعوا مع الكيان، هؤلاء الذين يهاجموننا ويسبون الشهداء ويسبون مرجعية الوطنية، هؤلاء الذين عندهم أطماع توسعية، كلهم طيبين وكلهم ناس ملاح، والمشكل فينا نحن. تمام، هنا هذه الفكرة تتشكل عبر هذه النقاط: أولا الترحيب، ثانيا النخب يحذرون أو يقولون بأن النظام الجزائري أصبح في ورطة، ثالثا هؤلاء المؤثرين لما يتكلم، فهو الآن شاء أم أبى هو الآن ينفذ أجندة صهيونية مخزنية. هذا ما أردت باختصار شديد. لكم من جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.